تعالوا شوفوا كمية الصابون قد ايه طلعت من صابونة واحدة بس وشوية برو صابون احنا بنرموهم اساسا. يعني كل واحدة فينا او كل حد فينا عنده صابونة بيخلص جزء منها والبرو اللي في الاخر ما بيبقى لهاش عايزة. انا بقيت اجمع البرو بتاع الصابون ده وشيلته وبصابونة واحدة بس لوكس عشان حبيت ريحتها. عملت كمية الصابون اللي انتوا هتشوفوها دي كلها. بصوا انا بصراحة من بعد ما عملتها الوصفة دي وشفتها ما بقتش مصدقة، قلت لازم اوريها لكم وتشوفوا السهولة والجمال والبساطة والتوفير ده كله. بصوا كام صابونة، 12 صابونة. دول لسه بينشفوا و12 صابونة جاهزين على الاستعمال على طول الصغيرين دول. وشوفوا معايا انتوا بقى قسموهم بالطريقه اللي انتوا عاوزينها. انا جبت صابونه لوكس وشويه البارو بتاع الصابون دول ورحت جايبه المبشره بس يكونوا ناشفين ورحت بشرهم. اول ما بشرتهم ورحت جايبه بقى معلقه ورحت جايبه معلقتين سكر ومعلقتين جليسرين معلقتين موارد معلقتين زيت زيتون او جوز هند وجبت كوبايتين ميه. هنشوف بقى كوبايتين ميه هنحط معاهم نص كوبايه شامبو كمان عشان تزود الرغوه والمضرب البيض. وجبت علبه جهزتها ودهنتها زيت اللي هو الكب كيك ده عشان خاطر ايه اعمله بقى ايه اعبي فيه. حطيت الصابون في حله على النار ورحت غاليه كوبايتين ميه ورحت نازله بيهم على طول بدل ما اقعد اضيع وقت لسه على الميه تغلي. ورحت مقلبه مقلبه فضلت اقلب لغايه ما الصابون داب. هنشوف بقى مع بعض خطوة بخطوة وصلنا لكمية الصابون الجميلة اللي متصدقوش ان من صابونة وشوية برو وزودت عليهم. يعني كان في الاخر هتشوفوا معايا خطوة بخطوة، مش عايزين نسبق الاحداث. كمية الصابون تضاعفت. ادي معلقتين موارد وهنحط معلقتين جوز هند، زيت جوز هند او زيت زيتون ومعلقتين جليسرين. وهنحط نص كوباية شامبو اهو ده اللي هو الجليسرين عشان ينعم ايدينا اهو زيت الزيتون. اصل ده صابون بتعمليه في بيتك زودي بقى اللي انت عاوزاه ايدك تبقى ناعمه تغسلي بيه وشك شعرك. ادي الشامبو بقى علشان خاطر يدي رغوه اكبر واكبر ويخليها ناعمه كده على الايدين وجميله. بصوا فضلت اقلب اقلب وبصل ايه لجوانب الحله. هتعرفوا ان الصابون استوى او جهز بقى وخلاص من جوانب الحله. اول ما تلاقيه نشف كده تعرف ان هو خلاص ايه جهز. نبدا بقى نجيب القالب اللي احنا ايه كنا مجهزينه علشان خاطر نصب فيه. دول 3 او 4 معالق نشا دوبتهم في شويه ميه ورحت نازله بيهم بقى علشان خاطر ايه الصابون يلم. دول 4 معالق نشا في حبه ميه. يعني كله كوبايتين ميه مغليه ونص الكوبايه اللي فيها النشا دي ميه دوبت فيها ونص كوبايه الشامبو. وخلاص هي دي السوائل اللي انا حطيتها. ما تكتروش زيوت. بصوا من الجوانب شفت الصابون كده استوى. جبت العلبه اللي انا كنت مجهزاها جهينه دي مش عارفه في المقاطعه ولا لا بصراحه، بس دي علبه انا كنت شايلاها عشان ناويه اعمل الصابون. لكن لو في المقاطعه احنا بطلنا نجيبوها خلاص. يا ريت لو حد يعرف دي في المقاطعه ولا لا يقول لي في التعليقات. وانا جبت بقى القلب بتاع الكب كيك اهو جهزته وبعدين لقيت ملهوش عايزه. بعد ما خلصت بصيت لقيت العلبة دي بتنزل مية من تحت وهتبوظ لي الوصفة. والصابون لو انتوا عاوزينه ابيض خلوه، عاوزين تلونوه زي كده حطوا له ايه نقطة لون كده وقلبه. انا رحت جايبة بقى قالب الكب كيك ورحت ايه منزلة الصابون فيه عشان العلبة دي نزلت سوائل من تحت مبقتش نافعة. فبجهزي جنبك كذا حاجة فمفيش مشكلة، يعني حاجة ما نفعتش تعملي في التانية. فطلع الحجم اللي انتوا شفتوه ده وبعد كده هتشوفوا الحجم بقى التاني شكله عامل ازاي. ده اللون بتاعه في منتهى الجمال شفناه وفي ساعتها على طول حطيته في التلاجة جمد ورحت مستعملاه وشفت الرغوة بتاعته. هنشوف مع بعض بقى هنعمل التاني ازاي. بصوا الجمال. حطه في التلاجة بقى بعد ما يهدى شويه نحطه في التلاجة. لقيت الحله فيها صابون كتير برضو اللي انتوا شفتوه، يعني بعد ما عبيت الصابون لقيت فيها صابون كتير لسه. رحت قايله لا طب والله انا هرميه ليه، ما ده يعتبر برضو صابون نفس المكونات اللي فيها هي. رحت مزوده عليها معلقتين سكر ورحت معلقه 4 معالق نشا ورحت مدور رحت مزوده عليهم شويه شامبو كمان. بص النشا اول ما حطيته ايدك فيها اول ايد بتنزل النشا وايد بتقلب على طول عشان خاطر ما يقعدش معاكي ويجمد. وتبصي بقى على جوانب الحله وتشوف اول ما الصابون ينشف. وكان عندي صابونه دش كانت ريحتها حلوه عجباني وصغيره كده ب4 جنيه. رحت اخدها بشرها ورحت حطها معاهم بالمره مع نص كوبايه شامبو ما اصل هرميه. ادينا بنجرب ونشوف هينفع ولا لأ. طلع تحفه كله تحفه. بصوا الرغوه بتاعته عامله ازاي في منتهى الجمال. في الجليسرين وفي زيت الزيتون وفي كل حاجه والدنيا زي الفل. بص رحت جايبه بقى القالب الانجليش كيك ورحت حاطه فيه مشمع ورحت دهناه ورحت قلباه فيه. التاني اهو في التلاجة ببص عليه لقيته جمد. رحت مطلعاه والتاني لسه سخن بقى سايباه يهدى شويه. رحت منزله بقى الصابون وشوفوا بيطلع من القلب ازاي بمنتهى السهوله. تحفه.
والتاني برضو طلع من البلاستيكه دي عشان دهنها زيت بمنتهى السهوله. بص بقى في شويه ميه وجربي الرغوه بتاعته في ساعتها على طول كده. بص الجمال، مفيش بقى اجمل ولا اسهل ولا احلى من كده. وكميه صابون غير طبيعيه، مش شويه برو وصابونه صغيره كمان معاه. بصوا بقى الجمال ده لسه بقى يا دوب دافي، حتى ما دخلش لا تلاجة ولا بارد. نسيبه بقى ده شويه، وبعد ما نقطعه نسيبه شويه يبرد او يهدى او يجمد. وبعد كده ايه هتشوف بقى الرغوه بتاعته. هجربها لكم قبل ما يبرد، قبل ما يجمد حتى. مش ممكن على الجمال، تجربة ناجحة 100 في المية. يعني يعتبر دول 12 صابونة والتانيين 12 صابونة، 24 صابونة من شوية برو وصابونة ولوكس وصابونة صغيرة كمان كده معاهم. طلعتها في الآخر دي بقى أكمل بيها الوصفة، لأن التقطيع ما عجبتنيش في الأول بسبب العلبة اللي باظت. فقلت أجرب بقى في القالب كاب اللي هو الإنجليش كيك. طلعت التقطيع تحفة. بص الصابونة حجمها قد إيه، في منتهى الجمال والوانهم جميله. بصوا بقى الرغوه بتاعت الطريقه اللي لسه ما بردتش اصلا. بصوا الرغوه بتاعتها جميله ازاي، وريحتها تحفه تحفه تحفه. المورد مع ريحه الصابون اصلا والبرو بتاع الصابون. بصوا كل ما تعملي كل ما تطلع رغوه. بص الجمال، ريحه والله لازقه في ايدي في منتهى الجمال. يا رب اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لايك، والسلام عليكم.